جلس نسخ سيارات من خويك اللا نهائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلكم شباب، رجعنا لكم بمقطع جديد. مقطعنا هذا اليوم مثل ما قرأت من المقطع أبدأ تقوى جلس نسخ سيارات من خويك اللا نهائي. يعني يا شباب الجلتش بسيط جدا وقلت ايش اسوله. بس قبل ما نبدأ تقصروا معي بضغطكم زر اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. فما احب اني اطول في الكلام، خلينا نبدأ المقطع على طول يا حبيبي. طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شباب بيك تطلب باص النايت كلوب من داخل كراج الشركة. ضروري باص النايت كلوب يكون داخل كراج الشركة، وانا قد نزلت مقطع كيف تدخل باص النايت كلوب داخل الشركة. راح اطرح لكم رابط المقطع تحت في الوصف الذي مو عارف كيف يدخل باص النايت كلوب. طيب يا شباب، حاليا اول ما يرسبن باص النايت كلوب ابيك تروح تركب الباص بشكل طبيعي. بعد ما تركبه حاليا حاول انك تدخل باص النايت كلوب داخل الشركة او ترجعه لنفس الكراج اللي هو كان فيه. اول ما تجي قائمة الخيارات هذه اضغط على الكراج اللي كان فيه داخل الباص، اضغط عليه اكس، وبعدين يا شباب راح يدخلك وراح يعلق بهذه الطريقة وبنفس هذه الطريقة. وبعدين يا شباب راح تجيك شاشة سوداء لا نهائية. فالحين كيف تقدر انك تفك من هذه الشاشة؟ حاليا ابيك بعد ما تجيك هذه الشاشة السوداء ابيك تروح تجون على نفس البوت اللي ظهر امامكم في الشاشة. طيب شباب، بعد ما تجون على البوت تجيك الرسالة، ابيك تدبل اكسات على اي رسالة راح تواجهك. مثل ما انتم شايفين الحين جونت على البوت وجتني الرسالة هذه، اضغط عليه اكس، وبعدين الرسالة الثانية اللي راح تجيني اضغط عليها اكس. طيب يا شباب، حاليا راح يطلعني الى السماء وبعدين راح ينزلني. بعد ما ينزلني اذا شاهدتم الكراج بهذه الطريقة مفتوح والباص بهذه الطريقة، خلاص ما عليكم حاليا انزل من الباص، بعدين روح وتوجه الى الفاسيلتي حقك عن طريق المهمات، عن طريق اي شيء اهم شيء ما او عن طريق حتى البزر. فافضل شيء انك تتنقل الى الفاسيلتي عن طريق المهمات. فحاليا راح اتنقل الى الفاسيلتي وبعدين راح ارجع لكم. اول ما ترسبون حاليا توجه دور نفس هذه السيارة الكلاسيكية، يفضل تكون نفس هذه السيارة. فانا ما عليكم من الوقت اتغير انه ما حصلت نفس هذه السيارة، لان هي تقريبا افضل سيارة اقدر اسوي فيها الجلتش، او اي سيارة ما هي مش شرط هذه السيارة. فحاليا قبل ما توصل يا شباب فاسيلتي ابيك تفتح تثبات وتوجه الى قدام النقطة الصفراء. بعدين ابيك خويك يجيب اي سيارة يقدر انه يقلبك فيه مستر بن او اي سيارة. فالحين خويي جاب المستر بن، قبل ما يصدمك اضغط دايرة وراح تجيك هذه الشاشة. حاليا خليك في هذه الشاشة ما تضغط اي شيء، سيب اليد التحكم ما تضغط عليها ولا اي شيء. لما خويك يقلبك يقول لك انك قلبت حاليا اضغط اكس. فحاليا خويي جالس يحاول يقلبني الى الان لسه ما قلب. اول ما يقلبني حاليا راح يقول لي افتح او خلاص قلبتك. مثل ما تشوفون قلبنا خويي. حاليا راح اضغط اكس على الرسالة هذيك، بعدين اروح افتح تشبات واروح اعمل كاري يور سيلف. بعد ما يعمل لي شباب كاري يور سيلف حاليا اول ما رسبن اروح واخلي خويي يطلب السيارة اللي حاب اني انسخها. بعد ما يطلبها حاليا اروح اركب السيارة وبعدين اتوجه الى فيها الى الفاسيلتي حقي وادخلها بشكل طبيعي. دخلها الى الكراج الفاسيلتي، راح تجيك هذه الشاشة اضغط عليه اكس. وبعدين يا شباب الف مبروك نسختم سيارة خويكم. ضروري يا شباب يكون داخل الفاسيلتي سيارة مستغني عنها، وانا بدلتها بدل السيارة المجانية هذه. حاليا نروح نشوف اذا نسخنا السيارة او دبلناها بشكل طبيعي. فطيب يا شباب، هذه السيارة ونسخناها من خوينا بكل سهولة وبكل بساطة. واذا حابب انك تعيد يا شباب تنسخ سيارة ثانية، جيب نفس السيارة وبعدين توجه الفاسيلتي واضغط دايرة عند التشبات. وبعدين اول ما يقلب خويك اقتل نفسك، وبعدين او اضغط اكس عند الشاشة هذيك، وبعدين اقتل نفسك روح جيب السيارة اللي حابب انك تنسخها دخلها داخل الفاسيلتي، وبعدين بدلها بسيارة نستغنى عنها. ونقدر نقول يا شباب الف مبروك نسختم السيارة والنسخة الثانية. طبعا شباب النسخة الثانية ما راح تفهم عليه، انه قاعد اتكلم بشكل سريع، فاذا مو فهمت بطل المقطع عشان تشوف بشكل اوضح وتسمع بشكل اوضح. فبس والله يا شباب هذا هو الجلتش، واعتبر الجلتش هذا نسخ لا نهائي. فحاليا هذا الجلتش الموجود. فاذا ما معك باص النايت كلوب راح اطرح لكم رابط جلتش ثاني تقدر انك تنسخ فيه باص النايت كلوب، وبعدين ترجع تسوي هذا الجلتش، لانه هذا اشوفه انا من ناحية نسخ اسهل من هذاك النسخ او جلتش النسخ. فبس والله يا شباب من نقطة نقوص من نهاية المقطع. اتمنى المقطع يعجبكم، لا تقصروا معي ضغطكم زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. كان معكم اخوكم يسار، انتظروني في فيديو جديد. في امان الله او مع السلامة.